مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. قبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله. وفي هذا الفيديو نناقش الخبر التالي: المسلسلات السعودية والخليجية في رمضان 2025، القصص وقنوات العرض. تتنوع قصص المسلسلات السعودية والخليجية في موسم دراما رمضان 2025 بين التراثية والاجتماعية المعاصرة، ومنها ما يستند إلى أعمال روائية وكتب شهيرة أو أحداث واقعية، ويستعيد بعضها ملامح حقبة زمنية عاشها أهل الرياض أو الكويت، بالإضافة إلى الكوميديا بتنويعاتها المختلفة، أو تلك التي تتناول قضايا الشباب أو القضايا الأسرية، السيطرة والثأر وقصص الحب والخذلان. وإليكم قائمة بالمسلسلات وقنوات ومنصات العرض. أول مسلسل هو الشمسي، ويأخذ المسلسل اسمه من أحد أعرق أحياء العاصمة السعودية الرياض، وتدور أحداثه بين أواخر السبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي، ويرصد التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عاشها سكان هذا الحي في تلك الفترة، وقصته مستوحاة من أحداث واقعية، وتروي حكاية فهد الذي يجد نفسه بعد وفاة والده وحيدا في مواجهة عبئين ثقيلين: وصية يرفض أخواه تنفيذها، وسر دفنه والده مع أمه قبل رحيله. والمسلسل من إخراج محمد لطفي. المسلسل الثاني وهو الزافر، مسلسل تراثي تدور أحداثه في المنطقة الجنوبية من السعودية حول يحيى، وهو حفيد شيخ سابق والذي يضطر للعمل في أرض بن رافع كمزارع بسيط، يحاول الموازنة بين الديون وإطعام المحتاجين سرا، لكن عندما يخسر كل بضاعته يجد نفسه في مواجهة مصير مجهول سيقلب حياته رأسا على عاقب. المسلسل من تأليف عثمان حجي. المسلسل الثالث وهو الشارع الأعشى، تدور أحداثه في الرياض خلال سبعينيات القرن الماضي، عن رواية بدرية البشر غراميات شارع الأعشى التي حققت نجاحا منذ صدورها في 2013، ويروي حكاية ثلاث شقيقات عزيزة وعواطف وضحى يحضن معارك الحب والطموح والتمرد في مجتمع يشهد تحولات جذرية ويواجهن تحديات الحياة. والمسلسل من تأليف الروائية السعودية بدرية البشر، وسيناريو وحوار من العبيل. ومسلسل عمتي النوير، يتوفى والد نوير ويترك لها عبء تنفيذ وصيته، وهي أن تحفظ سرا امتلاكه للثروة تبلغ نصف مليار ريال عن العائلة الطامعة بالمال، ومن يكسب قلبها تعطيه أسرار الثروة وتحقيق الأحلام. والمسلسل من تأليف علاء حمزة وإخراج محمد السندي. مسلسل 44، يطرح المسلسل سؤالا: كيف تبدو حياة النساء بعد كسر حاجز 40؟ ويسعى للإجابة عنه عبر رصد حكايات 8 صديقات في العقد الرابع من عمرهن، يحضن تحديات الحياة مع الزواج والطلاق والأمومة والخيانة الزوجية والمال، ويعيشن خلال ما يواجهنه من صراعات اجتماعية وعاطفية، سلسلة من المفارقات الكوميدية. والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح. مسلسل جاك العلم 2، في موسم ثاني من المسلسل الكوميدي، يعود أبو صامل وأم صامل بمواقف جديدة بين حياة البداوة وحياة المدينة وسط مفارقات مضحكة مع الجيران والأقارب والصديق البخيل. المسلسل من إخراج عبد الله العرك. مسلسل شباب البومب 13، جزء جديد من السلسلة الكوميدية السعودية الناجحة، يخوض من خلالها عامر ورفاقه مغامرات جديدة. والمسلسل من بطولة فيصل العيسى ومهند الجميلي وعبد العزيز الفريحي ومحمد الدوسري. مسلسل هم يضحك، يروي حكاية عائلة تواجه العديد من الأزمات بينما يحاول رب الأسرة الخروج منها بأقل الخسائر ضمن سلسلة من المفارقات الكوميدية. المسلسل من تأليف ضيف الله زيد وإخراج أحمد الفردان. مسلسل واي فاي 5، موسم جديد يعد بجرعة عالية من الضحك من السلسلة الكوميدية السعودية التي تقدم إسكتشات أو لوحات تمثيلية تطرح مواضيع اجتماعية بطريقة ساخرة، بالإضافة لفقرات متنوعة منها تقليد المشاهير. ويضم المسلسل على قائمة أبطاله أسعد الزهراني وحبيب الحبيب وأحمد العنان وطارق الحربي وعلي الحميدي.
مسلسل يوميات رجل عانس. يروي المسلسل حكاية عبد الله الذي بلغ منتصف الثلاثينات من عمره ولا يزال أعزبا أو عانسا في نظر والدته لطيفة التي لن تكل أو تمل عن السعي الحثيث لتزويجه قبل أن يفوته القطار. والمسلسل مأخوذ عن كتاب مذكرات رجل سعودي عانس لوليد خليل، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إدارة نواف المهنا وإخراج عبد الرحمن علي السليمان. ومسلسل ألبوم اثنان. يروي المسلسل حكاية البحار الإماراتي شهاب الذي استطاع بطموحه وقوته أن يؤسس لتجارة بحرية، وذلك في ذروة الحرب العالمية الثالثة. وفي المسلسل الثاني في الموسم الثاني يغامر مع طاقمه الرحال مجددا في رحلة جديدة مدفوعة بطموح كبير لوصول نشاطه التجاري حدود سيلان. المسلسل من تأليف عماد الدين حكيم وإخراج الأسعد الوصلاتي. مسلسل أبو البنات. يروي حكاية أب أرمل وبناته الثلاث وماضي معقد. تتفكك هذه العائلة مع عودة مؤامرة يائسة من الماضي سعالم تعيد صياغة حياتهم وتفضح أسرار مدفونة منذ زمن طويل. المسلسل من تأليف محمد خالد النشمي وإخراج محمد القفاص. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم والتفاعل مع القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.